قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشرة من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، يعني أفضل صلاة فجر تصليها طول السنة، وأفضل جلسات ضحى تجلسها طول السنة، وأفضل تلاوة قرآن وذكر لله تذكره طول السنة، وأفضل صيام نافلة تصومه طول السنة. فيها يمكنك تثقيل ميزانك. 10 ذي الحجة أيام ولا كنوز الدنيا تعوض ساعة واحدة فيها. أيامها لا تحسب بالساعة ولا بالليلة ولا باليوم، ولكن بالدقيقة بل بالثانية والنفس.